السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بنات، كيفكم؟ معاكم كناء مدونة ميلكي واي، واليوم بتكلم لكم عن آخر مشترياتي. زي ما تعرفون أنا قد تكلمت عن موضة أحزمة الشنط اللي هي الباج سترابس. طبعا أول من طلع بهذه الموضة اللي هي فندي، بس بعدها كل الماركات يعني زي اللي احتذت فيهم وطلعت نفس الستايل، زي فالنتينو، ديور، وبعدها برادا ولوي فيتون، كلهم الحقوهم. طبعا أنا كنت مقرر على فندي، بس ما أدري يعني كيف استرابات فندي كانت شوي تحسوها بلايفول، تحسوها فاني، تحسون ألوانها كذا مرة يعني فانكي كذا شوي، بس أنا كنت حابة شيء يكون كلاسيك، فحسيت إنه لوي فيتون هو الخيار الأفضل يعني بالنسبة لي. غير انه يعني انا عندي اساسا شنطة لوي فيتون، فكنت يعني ملبقتها لها، وحبيت فكرة انه جهة كلاسيكية اللي هي طبعة المونوغرام حقت إلفي، وجهة لون فاقع يعني هو الاحمر. زي ما انتم شايفين. طبعا انا ما استخدمته حتى الان، الوقت طويل حساس ان احكم عليه يعني. بس حتى الآن كتجربتي المؤقتة يعني مرة عاجبني ومرة داخل مزاجي. طبعا أول ما اشتريته حسيت إني غامرت كذا فجأة حتى بدون ما أسمع رأي أي أحد فيه من قبل، بس قررت إنه يعني أتبع حدسي وأشتري وبس. أنا أخذت الستراب من فرع إلفي الموجود في سنتريا. كانت قيمته حوالي 1920. طبعا اسمه باند مونوغرام روج اللي هو اللون الأحمر، في منه لون ثاني اللي هو الأورنج. لكن في أنواع ثانية اللي هي تيجي بس لون ما فيها مونوغرام، في كذا لون بس ما ألقيت نظر عليهم لأني أنا كنت أبغى اللي بالمونوغرام، فما كان فيه إلا أحمر وأورنج بس. هنا الحين بوريكم كيف إنه الستراب ممكن يغير شكل الشنطة ويعطيها طلة ثانية. أنا طبعا زي ما قلت لكم شريته علشان بركبه على السبيدي اللي عندي. مرة حلو، أعطاها يعني كذا جو ثاني، حبيت مرة يعني هي أصلا كلاسيكية مرة، فاللون الأحمر يعني غيرها تماما. طبعا تقدرون تسوون هذه الحركة مع أي شنطة من إلفي، وبرضه تقدرون تسوون مع أي شنطة، يعني مو بالضرورة أن إلفي لازم يركب على إلفي، لا عادي يعني المجال لك مفتوح، يعني أنتي أبدعي. زي ما انتم شايفين هذه شنطتي الفيليب لم، أضفت عليها السكارف كان فيه لمسة حمراء، ففكرت انه ممكن الستراب الإلفي راح يمشي معاها، خصوصا ان الستراب الفيليب لم طويل مرة وانا مو عاجبني. ستراب الإلفي يجي قصير، لا هو طويل ولا هو قصير، يعني كيف يوصل على حد الهبس او على حد الخصر تقريبا، فمرة حسيتها مناسب. غير كذا ألوانها متناسقة مع الشنطة، يعني المونوغرام بني، الشنطة بنية، فراكبين مع بعض. وضح شغلة من ناحية تنسيق الستراب مع الشنط، لازم تنتبهين لشغلة الألوان، إنه لازم تكون الألوان متناسقة. يعني إذا كانت شنطة بنية مثلا راح تمشي لأن في الجانب المونوغرام كله بني، لو كانت شنطة حمراء راح تمشي برضو لأنه في الجانب الثاني لونه أحمر، لكن ألوان ثانية ما أعتقد إنها راح تمشي، فلازم تنتبهين لهذه النقطة، لأن غلطة صغيرة زي هذه ممكن تقلب طلتك 180 درجة. فدايما أنا أقول انتبهوا للألوان، تنسيق الألوان هو أهم شيء. إذا كانت الألوان مريحة للعين، يعني ما تحسين بنشاز وأنت تشوفينها، فكذا أنت بالسليم، لأن الألوان المتناسقة أحسها هي العامل الأهم لنجاح التنسيق، أي تنسيق في الحياة. بس أعتقد هذا اللي أقدر أقوله عن الستراب. إن شاء الله عجبكم التقرير، ولا تنسون لايك، سبسكرايب، شير، وأشوفكم في فيديوهات ثانية. باي.